بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي ومتابعيني في الله، عاملين ايه؟ النهارده عملت لكم فيديو. آه عملنا مع بعض سنة كاكي مع كوباية شاي بحليب، مع كوباية شاي على كده بألف هنا وشفا علينا وعليكم، واتمنى انكم تجربوها وتحكموا عليها انتوا بنفسكم. ويا ريت الله يبارك لكم، الله يبارك لكم. تدعوا طلاب تالتة ثانوي وإنه يوفقهم ويقف معاهم، لأن بصراحة تالتة ثانوي يعني منظر المدرسة من برا. ربنا يوقف مع الأولاد ويكون في عونهم ويكرمهم ويلهمهم الإجابة الصحيحة إن شاء الله إن شاء الله. واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بصراحة والله العظيم أنا رحت مع بنتي وشفت المنظر. ربنا يقف معهم ويكرمهم إن شاء الله ويجبر بخاطرهم جبر يتعجب له أهل السماوات والأرض إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا الله. يا رب اقف معاهم ويكرمهم كلهم يا رب، يكرم كل أبو وأم في عياله إن شاء الله. النهاردة كنت أعمل معاكم سنة كيكي. وهنيتي جبنا البضات. 7 بيضات كده بلدي. قلنا نعملهم مع بعض. شايفين ما شاء الله ديتي بيض بلدي. قلت اعمل بسن الكاكي. وهنيتي دي جبنة فانيليا. الفانيليا دي بسم الله ما شاء الله بتحوش الزفارة نهائي، وحبيبات هي كده عبارة عاملة حبيبات كده صغيرة. هنحطهم مع بعض وهنعمل سن الكاكة بالدقيق البلدي، دقيق التومين، قسما بالله بدقيق التومين. بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك. حطينا كوبايتين سكر، وحطينا 7 بيضات، وحطينا 3 اكياس فانيلي. والله وما كانت فيها اي زفارة الحمد لله، لان طول ما البولة ناشفة والحاجة اللي هتشتغلي فيها ناشفة لازم ما تكونش فيها مية عشان ما تبقاش فيها زفارة. عاوزة الكيكة تطلع معاكي ناجحة وما فيهاش اي زفارة ولا حاجة، خلي البولة ناشفة وخلي يدك ناشفة وانت هشوفي. احنا دي شايفين ما شاء الله السكر والبيض اللون بتاعهم مع كتر الضرب بالمضرب افتح. وان شاء الله بألف هنا وشفا علينا وعليكم. ولازم نضربهم كويس عشان السكر ما بيبقاش قاعد في قاع البولي. واتمنى لو شفتوا معايا الفيديو تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك عشان اكبر بكم معاكم اخواتي في الله. الله يعزكم ويراضي خواطركم ان شاء الله ويجبر بخاطركم جبر يتعجب له اهل السماوات والارض. ودوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي مطبخ الطيبين. يا رب الفيديو يعجبكم كده ان شاء الله، يا رب ينور رضاكم. واتمنى كده ان شاء الله تقوموا تجربوها مع كوباية شاي عادي او شاي بحليب. بصراحة ما فيهاش اي ريحة زفارة، وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. اتمنى كده من ربنا ان كل اللي يشوف فيديوهات يشترك في القناة فضلا وليس امرا، ويحط اللايك عشان اكبر ويدوس على الكل عشان اكبر بيكم ومعاكم اخواتي في الله. وهنيت انا بعد ما ضربت السكر واللبن وريت لكم القوام بتاعهم شايفين ما شاء الله. وهنزل بكيس اللبن كله لان انا هعمل صينيه كبيره. وبعد كده ان شاء الله شايفين ما شاء الله انا حطيت كيس اللبن كامل. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. وده كوباية زيت على سمني مش زيت بس. حطينا نصها زيت ونصها سمني. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم، وإن شاء الله يطلع قوامها حلو ومظبوط. وبألف هنا وشفي، ويا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. يبقى دلوقتي أنا حطيتيها 7 بيضات، 3 اكياس فانيلي، حطيت كوبايتين سكر، كوبايتين لبن. هنزل بالدقيق. ادي اول كوباية معاكم، تاني كوباية، تالت كوباية. معذرة 4 كباب دقيق. وهحط انتوا لو عاوزين هنا بتاعها دي حطيت كيس كيك شاف، والكيس التاني دي واخدين منه معلقة. لو عاوزين عامل حط معلقة خال عشان ايه تخليها تبقى هشة شوي. معلقة بس خال. وهنيتي عملناها زي ما انا قلت لكم في الاول اني عملناها بدقيق التومية. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. لو عاوزين زي ما قلت لكم ايوه ارجع. لو عاوزين القوام يبقى مظبوط معاكم حطوا كيسين ونص كيك شيف عشان ايه مع انها هي طوة كبيرة يعني
الصينية دي انا مشتريها على كده من غير مش طقم ولا حاجة، على كده. رحت محل المواعين وبصراحة اشتريتها على كده. هي مقاس رقم 4، مش مقاس الأول ولا التاني ولا التالت، لا ده مقاس رقم 4. يعني تحسيها أكبر من اللي هي في الطقم ده اللي فيه 3 ضوات، لا ده واحدة. هنيتها هزتها هزة وخدتها معاكم على الفار. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. وأتمنى كده الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، وتشتركوا في قناتي فضلا وليس أمرا، وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. ولو وصلتوا معي لحد هنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.